السلام عليكم البنات والمهمات ومتبعاتي الغاليات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا فرحانين وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه، وانتم باش ما كتمناو يا ربي في هذا العيد يدخلوا عليكم يا ربي بالرزق والهنا وراحه البال والصحيحه، وكل ما كيتمنى شي حاجه زوينه الله يسهل عليه. شكرا البنات كاملين، دخلوا عندي جداد، الله يخدكم والله يكبر بكم والله ينور طريقكم. والبنات اللي مازالين ما اشتركوا كنقول لك اختي مرحبا بك، اشتركي معايا في القناه، اكيد الا عجبتك قناتي بسيطه ومتواضعه كنشارك معكم اليوميات ديالي. ومرحبا بكم والف مرحبا. هذا الفيديو اختي جديد وروتين جديد، هذا الفيديو تتمه ديال الفيديو اللي داز. نتمنى اختي يعجبكم وتخليوا لي كومونتيرات زوينه وتضبلوا لي ديروا لي وريضات تقليبات وتشتركوا اختي معايا في القناه، وما تنساونيش نداك اللايك، الله يسهل عليكم. صافي البنات، هنا غنبدا معكم الفيديو من الليل. هنايا البنات غيجيو عندي الضياف كما قلت لكم هكا باش يباركوا لي على زيت، وغيجيو على حساب الغدا. المهم غدا وكوتي خفيف وداكشي. المهم هنايا ما درتش شي حاجه، غندير هكا كسكسو بالزبيب، راكم عارفين. المهم كسكسو كيجي زوين هكا، المهم كسويديقه. مع انا ما درتش كسكسو البنات فاش ختنت ولدي، ما درت حتى شي حاجه. قلت هذا النهار صافي ندير حاجه مزيان، ندير هكا سويديقه. ومنها المهم الضيافه غادي يجيو عندي وسكسو كيجي زوين. مع انا كنت مقابله كما قلت لكم كان مرض لي، ماشي على حساب الختانه، كان مرض لي. كان المهم مرض هكا بقى كيتقيا وداك الشيء مع الخلعه وصافي. المهم هنايا البنات كما كتشوفوا درت اختي الخرقوم، غادي ندير سكينجبير. المهم انا غنشرم الدجاج اختي في الليل، غسلته بالحامض وسكينجبير. انا البنات فاش كنبغي نغسل الدجاج هكا وكيكون عندي بالزايد، كنقبط اختي واحد جوج فصاص ديال الثومه، واحد نص ديال البصله، وكنضربهم في المونيكس مع الحامض هكا. في المونيكس كيطحنوا مزيان، ندير عليهم شويه سكينجبير ورقات فيهم الدجاج. البنات كيخرج الدجاج غزال وبيض بيض، وما كيبقاش فيه داك ريحه الزفر وداك الشيء. كل ما غسلتي اختي الدجاج مزيان، كل اختي ما كيجي بنين وكيجي لذيذ، وما كتاكليه ما كتحسيش بديك الريحه. فهمتوا؟ انا في هذا الوقت هذه ما عنديش مع ريحه الدجاج طالعه لي في راسي، داكشي علاش كنحاول نغسلو مزيان. صافي هنايا درتو هكا قطر مزيان مزيان. هنا جيت باش نشرملو البنات، درت لاختي داك ضمه زعفران شعره، درت هكا سكينجبير، الخرقوم، الملحه، لي بزار، شويه ديال الزعفران. المهم هاد الملون البنات باش كيجي داك اللون زوين. المهم راكم عارفين واخا ما كنستعملش انا هكا بشكل يومي، كندير غير الخرقوم. ولكن ملي كيكون جي عندك شي واحد داكشي كيبغي هكا شي، المهم داك اللويني كيجي زوين. صافي درت واحد الراس معلقه صغيره. مع انا البنات القرفه طلعت لي في اللوحه ما كنحملهاش نشم ريحتها، درت واحد شويه المهم هكا باش تبنن هكا. وصافي وجلست كنشرم اختي داك الدجاج مزيان مزيان. غنبيتو هكا مرقد في الثلاجه. غندير اختي سكسو بالتفايه، واول مره اختي غنطيب هكا واحد الكميه اللي هي كثيره واحد شويه. المهم واحد ربعه ديال القصعات. المهم هنا البنات كانوا عندي تقريبا 5 ديال الدجاجات، محيد منهم واحد الطرف. المهم 4 دجاجات تقريبا ونص، ولا المهم 5 دجاجات. المهم غنحيد منهم غير واحد الطريف. المهم هنايا باش غادي ان شاء الله غادي ندير هكا الغدا للدار، المهم للضياف ديالي. وغادي نخرج واحد الكسيعه هكا على برا الله يقبل. المهم كسويديقه وصافي. صافي هنا هادشي. المهم عاد العائله تبارك الله راه مازال ما جاوش الناس كاملين. المهم انا ما بغيتش زعما نعيط زعما ماشي زعما نعرض، باش ما نعرضش على شي ونخلي شي. راكم عارفين تبارك الله العائله كبيره، لا عائلتي ولا عائله راجلي. صافي خليتها اختي اللي جا مرحبا به والف مرحبا. صافي انا اختي راه غندير الدجاج، المهم غادي نديرو في الثلاجه. صافي غنخليه مرقد حتى الصباح. صافي ولا غد ليه غادي نصب معكم الدجاج. المهم ما شاركش معكم البنات كلشي على حسب البنات. ما المهم تبارك الله فاش كيجيو الناس وداكشي ما كنعرفش انا نصور. هنايا كانت بيته معايا عكوزتي، وبيته معايا امي. جات عندي هكا عكوزتي وامي هكا المهم قبل بنهار. صافي هنا ونط هكا كنوجد هكا الفطور. المهم شويه اختي الحنه في يديا. فاش كنت حنيت لزيد قالوا لي ضروري ديري شويه د الحنه في يديك. المهم هاد الليله في الليل مشيت درت غير في ضفراني وداكشي. شوفوا زيد مازال المهم هنايا في الفطور جالس معايا في الكوزينه كيوجد معايا. ودابا راكم عارفين كندير له الخاطر على كلشي. المهم حطيت هكا شويه د الحلوه، المهم واحد شويه المهم قريشلات كانوا عندي. المهم حطيت واحد الحريشه نصها مسكينه كنت حرقتها، درت لها البوطه مجهده ومشيت وخليتها. صافي هادشي اللي كاين. والوالده هكا المهم مسكينه معاوناني هكا في الكوزينه، مسكينه الله يسمح لنا من الوالدين. هاد النهار مسكينه عيات معايا، هكا فورت لي سكسو. والله الا عاوناتني. مع انا الوقوف بزاف شنقول لكم كيهدني والله الا لا. صافي هنا درت بريد ديال اتاي قرعه كما قلت لكم، البيض مقلي. المهم ضروري اختي حنا من البيض. الزيت والزيتون، كحل. المهم هنايا حطيت شويه ديال الحلوى، داك القريش اللي كانت هكا عندي هكا في الفريغو. صافي هنا درت شويه ديال المهم الكومير، الحريشه كما قلت لكم اللي حرقت نصها كانت حرقات لي مسكينه. المهم هاد الحاجات بحال اللي داخله في طوبيس. ولكن ماشي مشكل. المهم هنايا صافي غادي نمشيو نفطروا. وصافي وغادي
نخمّل وغندير واحد الجمعة خفيفة ظريفة، المهم الدنيا كلشي تبارك الله عندي نقي وكلشي مزيان. صافي جيت هويت هاد الصالون، وما اختي فرحانة بصالوني واخا فيه ما فيه لا طلا ما طلات حتى شي حاجة. الحمد لله مي فينا هاد القضية، المهم كنفرحوا بأبسط الأشياء، واخا شي واحد راه غيشوف هاد الصالون زعما لا علاقة، تافه شي حاجة عادية، ولكن يشوفوا أنا المهم الحوايجات اللي كنصاوبهم بيديا ويكونوا كيما كانوا كنكون فرحانة بيهم. وكيعجبني هاد الميزة اللي أنا فيا سبحان الله العظيم، ماشي زعما كنشكر لكم راسي، ولكن ملي كتفرحني مازال زعما كتفرحني أبسط الأشياء. صافي أختي هي المهم هي نكونوا كنرضاو بداك الشيء اللي عندنا، والحمد لله على نعمة الرضا. المهم إلا كنتِ راضية بداك الشيء اللي عندك وحامدة عليه الله وشاكراه، هذه أحسن حاجة. صافي أختي هنا غادي نمشي دابا باش ندخل للكوزينة باش غادي نطيب راكم عارفين. المهم هنا البنات طحنت البصلة، المهم ما شاركتش معكم كلشي، أنا راه فاش كيكونوا عندي الضياف في الدار راه ما كنعرفش البنات نصور باش نقولها لكم نيشان ماشي المهم واخا ما معايا زعما الناس برانيين عندي معايا غير عكوزتي هكا وامي وخوتي وداك الشيء، ولكني ما كنعرفش نصور بزاف. صافي هنا اختي من بعد ما طحنت البصله جبت واحد 3 الحبات ولا 4 المهم هنايا كبارين، درتهم وطحنتهم مزيان البنات، ودرتهم في الطنجره، وطحنت واحد 2 حبات ديال المطيشه باش كتجي ديك المريقه خادره. المهم واخا راه اول مره صراحه غادي نطيب هاد الدجاج بالتفايه، ماشي زعما غنطيبو اول مره زعما لداري، ولكن زعما هكا للضياف وداك الشيء، ولكن المهم الحمد لله ما تحاشمتش، المهم جا زوين. هادشي اللي كاين صراحه، جا بنين وجا كلشي هو هذاك. هذه هي اختي اهم حاجه، المهم داز كلشي زوين صراحه. صافي اختي هنايا من بعد ما درت ديك مطيشه دوك جوج حبات المطيشه على داك الطياب، زدت عليها كالماء الكافي ونقصت البوطه وخليته يطيب. هنا البنات كنت كنقي البصله تبارك الله راه شي 8 كيلو د البصله اللي ماشي نقيتها نقاوها صراحه عكوستي وامي. وانا صافي جلست هنايا كنشلضها هكا على هاد الشكل هذا، ولكن مات الكوكوط هذه ما كفاتنيش، غادي نجيب الكوكوط اختي الكبيره وغادي نصوبها فيه، حيت هذه المهم ما غاديش تكفاني. داكشي علاش بالنسبة للبنات القرعة وهكا المزاود وخيز درت معاهم، درت مع التفاية البنات القرعة وخيزو راكم عارفين كتواتى معاها بزاف، ودرت معاها سميتو الحموصه البنات شديت عليه كنت كنفوروا عليه سكسو من بعد ما دخلوا الطياب. درتو اختي في الطنجره، درت له شويه د العطريه والمرقه من داك السكسو، من داك المرقه ديال الدجاج، ودرت ديك القرعه ودرت خيزو طاب شويه مع داك الحمص، وزدت عليهم اختي ديك القرعه ومزيودات وصافي، ودرت معاهم طريف ديال الدجاج باش كتجي هكا بنينه. ما شاركتش معكم هاد اللقطه هذه حيت اختي الوقت ما كانش عندي، وكنت كنحاول هكا نزرب باش هكا ملي يتجمع هكا الانسان تحطي له هكا الغديوه ديالو، من بعد ما كتحطي الغديوه كديري داك الكوتي خفيف ظريف باش هكا ما كتبقايش ملاهيه غير في الكوزينه تجي تجلسي هكا مع الناس تعطيهم وقت تهاودي معاهم. راه الانسان ماشي كيجي كنقول لكم دائما على حساب الماكله ولا شي حاجه، كيجي هكا باش نتهاودوا نضحكوا، خصوصا ملي كتكون العائله راه شي حاجه اللي زوينه. المهم كيجيو يكبروا بك، راه ماشي تجلسي انت نهار كله انت مخموده اختي في ديك الكوزينه. صافي اختي البصله من بعد ما صوبتها، نتوما شوفوا البنات تبارك الله الكوكوط الكبيره بحال كفاتني، وراه باقي لي البصله غنخليها تنزل واحد شويه طيب واحد شويه ونزيد نكمل عليها. هنا البنات درت ترطيقه هكا غير راس معلقه ديال القرفه، سكينجبير، الملحه، الخرقوم، شويه ديال الابزار، الزيت، هو صافي باش ما تجيش هكا اختي باسله. وغادي نخليها حتى طيب مزيان، وغادي نزيد عليها اختي شويه ديال تنزل مزيان ونكمل. غادي نزيد عليها شويه المرقه من داك المرقه ديال الدجاج باش تجيني اختي بنينه، باش كتجي ديك التفايه حتى هي بنينه. وغادي نزيدها زعفران ملون، وغادي نزيدها القرفه والسكر، وغادي نعسلها فاش طيب مزيان. ضروري البنات فاش ديروا التفايه ديالكم ضروري ديروا لها العطريه باش ما تجيكمش باسله. صافي هنا البنات المريقه اللي قلت لكم درت عليها الحمص وداك الشيء، راه دابا بقات لي غير القرعه ودرت هاد المزيودات هكا من الفوق. والدجاج ديالي صافي بقى له غير تقلى اختي، وغادي نطفي عليه البوطه جا هابي وطايب. وصافي هنا البنات راه حطيت تبارك الله حطيت 2 قصعات، المهم وحده خرجناها للزنقه، المهم الحومه وداك الشيء، وحده راه تغداو بها الرجال، وهذه خلاص ماشي كاينش رجال هكا بزاف وداك الشيء، المهم العائله المهم هكا. وهنا غادي نسقيو عاوتاني المهم هادشي اللي باقي. المهم هذه غير التاليه صورتها معاكم. درت مع هذاك خيزو وهذا التفايه وداكشي، درت البيض مسلوق وصافي. وهذا الشيء اللي كاين صراحه جا بنين، ها نتوما غير من المنظر اختي باش كراسوا عاد داز من هنايا يسلم عليكم. صافي هنا اختي دارت لي المملحات، درنا مليويات، عمتي جابت لي الكيكه، كل واحد صراحه شنو دار. هلا يخطيهم العائله على بعضياتنا، هلا يخطينا والله يخليهم ليا صراحه الله، والله يكبر بيهم والله يعطيهم كل ما كيتمنوا. هادشي اللي كاين. هنا اختي من بعد ما سالينا الروينه اجي تشوفي اختي البنات ديال العائله كي دايرين. دخلوا اختي للكوزينه ما خلاوش ما نقول لكمش حتى فتوته ما خلاوها، كلشي داروا، غسلوا الماعن، سيقوا الكوزينه، سيقوا الحمام، حكوا دوك الطناجر،
والله تبارك الله ما مشاو حتى خلاو لي الدنيا كتشعل، هنا جالسين كنضحك معاكم نقول لهم ديروا باي باي. ايوا صافي تبارك الله، الله يسهل عليهم والله ينجحهم يا ربي، والله يعطيهم كل ما كيتمنوا، والله يعطيهم شي مستقبل اللي يكون زاهر، يكون احسن مستقبل. اي وحده فيهم كتمنى شي حاجه الله يسهل عليها فيهم. بنات اللي غزالين وفنين منهم اختي وبنات عمتي، بنات عمتي وبنت عمي. المهم كنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف من هنا، وغادي نصيفط لهم الفيديو. هادشي اللي كاين البنات. المهم كنقول لكم شكرا لكم بزاف، سمحوا لي ما شاركتش معكم كلشي بالتفاصيل، ولكن راكم عارفين ملي كيجي عندك شي واحد خصك كيعجبني نجلس انا ونتهاود ونعقل على داك النهار اللي المهم اللي كيدوز في حياتنا، خصنا نعقلوا عليه، ما نبقاوش غير خايدين غير في التماره والشقه وداك الشيء. راه كل حاجه عندها وقتها. هادشي اللي كاين. شاركت معكم واحد الاجواء اللي هي زوينه وبسيطه، ان شاء الله راه مازال غادي يجيو عندي الضياف. وهادشي اللي كاين. كنقول لهم الله يجي عندكم الخير ومردوداتكم ان شاء الله يا ربي. وهادشي اللي كاين البنات. البنت اللي قالت لي غادي نختن ولدي، المهم سيده اللي قالت لي بغيت نختن ولدي وراني خايفه، عنده مروغي عام. لا اختي ما تخافي حتى شي حاجه، انا اصلا بغيت نختن ولدي زعما ملي كان صغير، ولكن الطبيب كان قال لي ما تختنيش، كان عندي فيه فقر الدم، داك الكريات البيضاء كانوا عندي ناقصين، عندهم مسكين ناقصين. وصافي حتى تقادوا وهذاك الشيء درت له تحاليل لقيته مزيان عاد ختنته. قال لي حتى يكبر. صافي الحمد لله دغيا برا. انا ماشي مرض لي صراحه الله في على حساب الختانه، مرض لي انا مرضى خايبه، كان كيراد بحال يتخلع بحال شي حاجه. اما الختانه الحمد لله دغيا روح. هادشي اللي كاين والله يسهل